أحيت إربيل في كردستان العراق للمرة الأولى ذكرى تعرض 100 عراقي يهودي لمذبحة في العام 1941 في حضور مسؤولين وأكراد من أصول يهودية. وفي هذه المناسبة نصبت حكومة كردستان رسميا ممثل الطائفة اليهودية في وزارة الشؤون الدينية في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة. جوهي لكردستان أو جوانيك لإسرائيل بنو قراون توا أو جوانيك وكو بيان بنجو. هناك يهود في كردستان، بعضهم كان يعيش في إسرائيل أو سبق أن زار المنطقة. هناك أيضا آلاف اليهود الذين اعتنقوا الإسلام بعد عودتهم من إسرائيل. ما زلنا لا نعتبر أنفسنا مجتمعا مستقلا، بل سكان في هذا البلد. ونص قانون حماية الأقليات الذي تم التصويت عليه في أيار مايو على أن حتى إن وجد شخص واحد فقط من أي ديانة كانت فستتم حماية حقوقه. حاليا هناك حوالي 400 عائلة، لكننا لا نركز على الأعداد لأن حقوق الأقليات محفوظة. وقد غادر عشرات آلاف اليهود العراق في السنوات التي أعقبت المذبحة. نحو 200 ألف كردي يعيشون في إسرائيل وحوالي 100 ألف حول القدس. وبحسب متحف المحرقة النازية لليهود في واشنطن، فإن عدد اليهود في العراق في أربعينات القرن الماضي كان 135 ألفا.